الموضوع طول يا جماعة. الموضوع طول، بس شكل الخطيب إن شاء الله هينتصر في الآخر لأنه هو على حق. محمود الخطيب بعت للرابطة اللجنة الأولمبية بيشتكي إن هو راجل مظلوم. كان فيه بنود بتقول إن ماتشات الأهلي والزمالك والأهلي وبيراميدز والزمالك وبيراميدز هتتلعب بحكام أجانب. لما يجي يحدد ماتش الأهلي والزمالك قبلها ب5 أيام ويقول لك الماتش هيتلعب بحكام مصريين، الكابتن محمود بسيوني اللي هو بيلعب أصلا ما هواش من حكام النخبة يحكم ماتش قمة فاصل زي كده، وأنا بنافس على الدوري ومحتاج كل نقطة، لازم آخد حقي بالعدالة. فطبعا يبقى كده الموضوع فيه تلاعب. طبعا هو اشتكى اللجنة الأولمبية، وإن شاء الله بعد اللجنة الأولمبية لو ما جابتش حق النادي الأهلي هيلجأ للفيفا، وأعتقد لو لجأ للفيفا خلاص النشاط الرياضي في مصر وقف عشان الفساد والمحسوبية اللي موجودة. نادي الزمالك اللي كان بيشتكي من الحكام من يومين ثلاثة، كابتن ميدو طالع يشتكي من الحكام ويقول لك ادوا الزمالك العدالة ونفسه على المركز الثاني، وافق يلعب بحكام مصريين، وحكم مصري ما هوش من النخبة، يعني ما هوش حكم دولي. وافق ليه؟ أقول لك أنا ليه، عشان طبعا الراجل بيستفاد من الحكام المصريين، بس هم بيدعوا المظلومية علشان خاطر ياخدوا حقوق مش حقوقهم زي ما هم نفسهم قالوا. يا أخي ده الحكام، أنا هوريك الحكم في ماتش بين الزمالك والمنصورة، الكورة لا فيها تسلل ولا فيها أي حاجة، وعبد المنصف ضرب الواد على قفاه كده كأنه في الشارع، والواد اللي خد طرد. حاجة ما شاء الله يعني. على طول حلوة، ولا هجمة المرتدة وفيها خطورة الكرة دي على طول محمد فوزي، ولا انطلاقة وفيها تسلل. فيها تسلل في آخر لحظة. محمد عبد المنصف، واعتقد انه هينطرد شكله كده احمد عبد الحكم، وانذار لعبد المنصف. انذار ضرب كأنه في الشارع، ده أسلوب. والحكم يروح يديله انذار عشان يعني يراضي الناس، وده التاني يعني اللي اتضرب ياخد احمر. فمن حقهم ان هم يدوروا على الحكام المصريين اللي بيخدموهم. لنا الله. ان شاء الله هم فرحانين دلوقتي عشان رابطة الأندية قالت الزمالك هياخد ال3 نقط والأهلي يتخصم منه 3 نقط في نهاية الموسم، يبقى كده أصبح بينهم وبين الأهلي نقطة واحدة، وعلى أعتاب إن هم يلعبوا في دوري أبطال أفريقيا. ده حلم طبعا ليهم، ولكن بعيد عن شواربهم إن شاء الله. الأهلي يا ياخد حقه تالت ومتلت، يا هيوقف النشاط الرياضي في مصر. وخدها مني وسيف الفيديو ده عندك علشان تبقوا تفتكروا بعدين.